سيف لما بدأ يطبق التصنيف ده اكتشف انه كان بيقضي 70% من وقته في الفئة الثالثة والرابعة. كان بيرد على كل رسالة واتساب في نفس اللحظة حتى لو كانت رسالة تافهة. كان بيحضر داتا الاجتماعات ما كانش مطلوب منه فيها غير انه يقعد ويسمع. كان بيتابع اخبار كتير قوي ملهاش اي علاقة لا بحياته ولا بشغله. قلت له نجرب نظام بسيط لمدة اسبوع واحد بس. كل يوم هيكتب كل الحاجات اللي عايز يعملها وهيصنفها للاربع فئات اللي احنا اتكلمنا عليهم، وهيلتزم انه يبدأ بالفئة الاولى اللي هي المهم والعاجل، وبعدين يقضي معظم وقته في الفئة التانية اللي هي المهم بس مش العاجل. فأول يوم سيف كتب قائمة ب 18 حاجة. لما صنفها لقى إن الثلاث حاجات بس هي اللي مهمة وعاجلة، خمس حاجات مهمة بس مش عاجل، سبع حاجات مش مهمة بس عاجلة، وثلاث حاجات مش مهمة ومش عاجلة أصلا. شاف إزاي كان بيضيع معظم وقته في العشر حاجات اللي في الفئة الثالثة والرابعة، وإزاي ده كان مخليه ما عندوش أي وقت لأي حاجة مهمة. وللمرة الأولى حس إن عنده سيطرة على يوم، مش اليوم هو اللي مسيطر عليه. بعد ما سيف جرب النظام ده الاسبوع وشاف الفرق، قلت له دلوقتي جه الوقت اللي نتعمق فيه اكتر ونطور نظام يخليك تتحكم بشكل كامل في حياتك. واللي حصل بعدها كان اقوى من توقعاتنا. اشتغلنا على قاعده الساعتين الذهبيتين. اول حاجه علمناها لسيف هي قاعده الساعتين الذهبيتين. الفكره بسيطه بس قويه جدا. كل يوم في ساعتين معينين سيف مش هيعمل غير الحاجات المهمه مش العاجله اللي هي الفئه الثانيه. مفيش رد على تليفون، مفيش رسائل، مفيش اجتماعات، مفيش اي حاجه تقطع عليه تركيزه. سيف اختار من 8 ل 10 الصبح. في الساعتين دول كان بيركز على تطوير نفسه مهنيا، يقرا في تخصصه، يخطط لمستقبل عيادته، ويحضر المؤتمرات الطبيه. والنتيجه كانت مذهله. في خلال شهر سيف اتقدم في شغله اكتر من اللي اتقدم فيه السنه اللي فاتت كلها. وفي كمان طريقه لا الذكيه. المشكله الثانيه اللي كانت بتواجه سيف دايما هي انه ما كانش يعرف يقول للناس لا. كان يوافق على كل طلب حتى لو ما كانش عنده وقت او حتى لو كان الطلب ده مش مناسب ليه. فاشتغلنا سوا على لا الذكيه. بدل ما يقول لا بشكل مباشر ويحرج الناس بقى يقول ده موضوع جميل بس خليني الاول اراجع الجدول بتاعي وارجع لك. الجمله دي بتديله وقت يفكر ويقرر فعلا لو الموضوع ده يستاهل وقته ولا لا. ولو لقى انه مش مناسب بيرجع للشخص ده ويقول له انا اسف مش هقدر اعمل الموضوع ده دلوقتي بس ممكن ارشح لك حد تاني يقدر يساعدك. سيف كمان بدا يطبق نظام التلاتة في تلاتة. كل يوم بيختار ثلاث حاجات بس من الفئه الاولى اللي هي المهم والعاجل، وثلاث حاجات من الفئه الثانيه اللي هي المهم بس مش عاجل، وما يعملش اي حاجه تانية غير الست حاجات دول. لو خلص قبل اخر اليوم وقتها بس ممكن يبدا يبص للحاجات الاقل اهميه. النظام ده كان بيخليه يحس بانجاز حقيقي كل يوم ومش بيخلص اليوم وهو حاسس انه ما عملش حاجه مفيده. داليا مهندسه الديكور كانت بتشتغل من 12 ل 14 ساعه في اليوم بس برضه حاسه ان هي مش بتتقدم. لما اتكلمت معاها اكتشفت ان داليا كانت واقعه في فخ الانشغال المقدس. كانت دايما بتخلط بين انها تكون مشغوله وانها تكون منتجه. داليا كانت بتقضي 3 ساعات في اليوم ترد على ايميلات، ساعتين في اجتماعات ملهاش فايده، ساعه بتنظم مكتبها، ساعه قاعده بتتابع صفحات منافسينها على الانستجرام. كل الحاجات دي كانت بتديها احساس ان هي بتشتغل بس في الحقيقه هي ما كانتش بتقدم في شغلها الحقيقي اللي هو التصميم والابداع. الحل اللي جربناه مع داليا كان قاعده ال 20 80. اشتغلت مع داليا على مبدا باريتو الشهير. 80% من النتائج بتيجي من 20% من الجهد. قلت لها تسال نفسها ايه ال 20% من شغلي اللي لو ركزت عليهم هيديني 80% من النتائج اللي انا عايزها.